يهيجونهم لكي يكونوا وقودا لمعركة هي في حقيقتها في لبها قتال من أجل الملك. أتحسبون أن الإخوان المسلمين يريدون إقامة شرع رب العالمين؟ من يقولون؟ هؤلاء يحطوا من الذباب، لم يريدوا شرع الله يوما، ما أرادوه، إنما يريدون أهواءهم ومطامعهم، وعمالتهم ظاهرة. حتى قال المرشد السابق أو الأسبق: إن كان قد عين لهم مرشد لا نعلمه. حتى قال مهدي عاكف: نتحالف مع الشيطان من أجل مصلحة الجماعة. صار الشيطان من الأتقياء البررة يتحالف معه الإخوان المسلمون، كأنه ليس بعدو، ظاهر العداوة مبين للمؤمنين للمسلمين، كأن الله لم يحذرنا منه، كأنه لم يغوي أبانا ولم يخرج من الجنة إلى هذه الدنيا، كأنه لم يتوعدنا بأن يحرفنا عن الصراط المستقيم. هؤلاء هم لا علم ولا حلم ولا فهم، جماعة سياسية تستعمل السياسة القذرة وتسلك مسالكها وتسير على طريقها وسبلها. الإخوان المسلمون سبب بلاء العالم الإسلامي منذ ظهروا إلى اليوم.